السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصراحة انا عاملة العصير ده قبل رمضان، بس قلت بقى يعني ما لحقتش انزله لكم، فقلت انزله دلوقتي. طبعا معاكم سمية من قناة أكلة وفكرة مع سمية. هنعمل عصير الليمون المركز. بصراحة تحفة. خليه عندك عشان الصيف، وحلاوته بقى في الصيف. هجيب الليمون ده، الليمون الإيطالي ده موجود دلوقتي في السوق ورخيص جدا. ال3 كيلو ب10 جنيه، مفيش أرخص من كده. وهنقشره قشرة رقناقة كده زي ما انت شايفة. هتشيل القشرة الصفرا بس من غير الأبيض زي ما انت شايفة كده، بالقشرة بتاعة البطاطس عشان تطلع معاكي رقيقة خالص. هقشر الكمية، أنا عاملة دول 2 كيلو. أنا عملت دول وعملت كمية تانية كمان بس ما صورتهاش. بصراحة تحفة. هقشره كله زي ما انت شايفة كده، بجد بجد هتحبيها ومش هتمنعيه من البيت من عندك. جميل جدا، عصير مركز. هيشوفي هينقذك اي ضيف يجيلك، او الجو حر وانت عايزة تشربوا عصير كده بسرعة وما عندكيش حاجة تعملها عصير، قومي اعملي منه. بجد خطير. كده عملت القشر اهو كله. هجيب كوباية سكر وهدعك بيها القشر كويس جدا، وهركنه على جنب ساعة كده ولا ساعتين. في الوقت بقى اللي انا هسيب القشر منقوع مع السكر على جنب، هنجيب الليمون وهنقشره بقى، نشيل الحته من فوق وحته من تحت. وهقشر القشره البيضه دي تماما. القشره البيضه دي هي اللي بتخلي الليمون يمرر. شيليها تماما، ما تخليش فيها اي حاجه. على راحتك كده وقشريه لغايه ما تشيليها خالص. شيلي الطبقه البيضه كلها اهي زي ما انت شايفه كده. وهقطعها بقى حلقات كده، ترانشات اهو. وهنشيل منها كمان البذر. يبقى شلت الطبقة البيضة كلها وشلت البذر. هعمل بقى كل كمية الليمون بتاعتي بنفس الطريقة دي. هقشر القشرة البيضة واقطعها ترانشات واشيل منها البذر. طريقة سهلة وجميلة جدا جدا جدا، مش هتاخد منك اي حاجة، تسلي كده وانت قاعدة. اه، اتأكدي ان مفيش ولا بذراية ولا قشرة بيضة على الليمون من بره. وبعد ما كده خلصت الكمية كلها، ادي الليمون بتاعي القشر نزل الزيوت بتاعته. هنزل عليه بالليمون اللي انا قطعته كله زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل عليهم كمان بكيلو سكر. انا حطيت لل2 كيلو ليمون الكيلو السكر والكوباية السكر دي. اه يعني تقريبا كيلو وربع سكر. ما تقوليش كتير لانك مش هتستخدمي بعد كده سكر فيه يعني، وانت بتشربيه مش هتستخدمي سكر. بالهاند بلندر، بالخلاط، براحتك خالص. وفروميه جامد جدا ودوبي السكر. يعني ما فيش هاند بلندر ما توقفيش، الخلاط شفشق الخلاط عادي وحطي فيه شويه بشويه بس ما تحطيش ميه. واضربيها كويس جدا جدا. ممكن تضربي كده شويه وتسيبيه وتعملي حاجه تانية وترجعي تضربي تاني لغايه ما السكر يدوب تماما. طريقة مفيش أسهل ولا أبسط من كده. هتاخدي أحلى عصير ليمون مركز. هنعمل منه جزء ليمون بس وجزء ليمون بالنعناع بقى، ده العشق عندنا بصراحة. أنا بعشق الليمون بالنعناع، بالذات في الصيف والحر بتاع الصيف. هنضربه كويس جدا لغاية ما القشر ده يتهري خالص والليمون كله يتعصر. شايفة كل ما تضربي بينعم وبيبقى سايب معاكي. سيبيه شوية واعملي حاجة وارجعي اضربي فيه تاني. او قسميه في شفشق الخلاط شويه بشويه واضربيه بالمنظر ده لغايه ما ينعم خالص. يلا بقى قولوا لي في التعليقات بتشوفوني من اي بلد، وهل فيديوهاتي بتعجبكم ولا لا. وصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوفي ده اني اضرب فيه لغايه ما بقاش فيه حاجه خالص. السكر كله داب والقشر اتهرى تماما. طيب هتشيليه بالقشر؟ لا، هتشوفي دلوقتي هنعمل فيه ايه. بس اتأكد ان كل السكر داب والقشر كمان اتعصر كله، عشان الزيوت اللي نزلت من القشر دي هي اللي هتديكي نكهة الليمون المميزة. هجيب بقى مصفى وهصفي العصير بتاعي كويس جدا اهو. شوية بشوية كده وتصفيها تماما. دي مصفى كبيرة فحطيت الليمون كله مرة واحدة. الكمية دي عملت لي كمية حلوة جدا اهو. شايفة؟ هعصره واصفيه كويس قوي. شايفين اهو.
ما تخليش غير القشر والتفل بس بتاع الليمون. طب هترمي الحاجات دي يا سمية؟ لا، اركنيها على جنب، هنشوف هنعمل بيها ايه. وتعالي بقى نشوف العصير المركز بتاعنا. ده العصير المركز بتاعنا هو كده جاهز. هجيب علبة بقى وهصب فيها، علبة من بتوع التلاجة يكون لها غطا كويس، وهصب فيها املاها كده من العصير الليمون بس، ده ليمون صافي، وهغطيها، ودي هتدخل على الفريزر على طول. هي كده جاهزة معايا. طيب باقي الليمون ده هعمل فيه ايه؟ هعمله ليمون بالنعناع. هجيب ربطة نعناع كده واقطف الورق بتاعها واغسله كويس واصفيه، وهنزل بيه على الليمون المركز بتاعي، وهضربه لا اما بالهاند بلندر او بالخلاط برضه، المتاح عندك اشتغلي بيه. هضربه لغاية ما ينعم تماما. طريقة جميلة، جربيها ويا ريت تقولولي في التعليقات كنت بتعمليه قبل كده ولا لأ، ولو جربتيه قوليلي رأيك فيه ايه وحبتيه ولا لأ. كده جاهز معايا، هفضيه في علبة برضو، وبرضو شوية دول هحطهم في علبة وهغطيهم وهدخلهم على الفريزر على طول. التفل بقى اللي فاض معايا هجيبه، اللي انا صفيته ده هنزله في شفشق الخلاط زي ما انت شايفة كده، لان هو برضو عصارة ليمون وفي سكر اهو. نزلته كله في شفشق الخلاط. هحط معاه كام ورقة نعناع كده، شوية نعناع حلوين اهو، وشوية مية، كوبايتين 3 مية كده زي ايه ما انت هتشوفي كده دلوقتي اهو. انا حطيت عليه لتر من المية، وهضربه في الخلاط كويس جدا وهصفيه، واشربي يا احلى عصير. انا ضربته في الخلاط وصفيته زي ما انت شايفة بقى كده، احلى عصير، ولا حطينا عليه سكر تاني ولا اي حاجة. وهنزوق الكاسة بتاعتنا كده بشريحة ليمون وورقة نعناع مش راضية تدخل اهي. افتحها شوية واحطها كده وورقة نعناع، وقدمي لولادك في البيت ولضيوفك احلى عصير ليمون بالنعناع. طب اللي احنا حطيناه في الفريزر يا سمية اهو، تاني يوم هطلع منه كده بالمعلقة زي ما انت شايفة اهو، بيطلع بكل سهولة اهو، شايفة بكل سهولة هيطلع معاكي. بتاخدي معلقة او معلقتين على الكوباية على حسب حجم الكوباية بتاعتك اهو. هاخد معلقتين واحط عليهم المية، مش هحط سكر خالص، خلاص هو كده سكره تمام. وهدوبه كويس في المية بتاعتي، وكده عملنا احلى عصير. جالك ضيوف فجأة ما عندكيش حاجة تعمليها، طلعي المعلقتين في الكوباية ودوبيها مكعبين التلج بتاعك اهو. عندك حتة ليمونة كده حطي في الكوباية كده في حرفها، وورقة نعناع، وقدميه احلى عصير ولا احلى كافيهات. بجد تحفة، جربوه وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله.